استهدفت الفكر الأممي الحر للإيقاع بأحد أبرز رموزه ومناضليه التاريخيين، فإننا أمام أسئلة كبرى. كيف قاربنا هذه الأحداث الكبرى؟ وكيف قرأناها؟ وكيف تفاعلنا معها؟ أين نقاط القوة وأين كانت نقاط الضعف؟ أين نجحنا وأين أخفقنا؟ هل أخذنا العبر؟ هل تعلمنا الدروس؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عليها مع ضيوفنا أيضا في هذه الندوة. وعلى مدى السنوات الماضية كان العديد من الحملات التي دعت لها منظمات مختلفة، وكان لكل حملة تركيز معين. وعلى الرغم من الاعتقال والسجن والقمع ومصادرة التوقيعات في أوروبا وتركيا، استمرت حملة التوقيعات في أنحاء العالم. وفي تركيا يتعرض الناس للاعتقال بسبب جمعهم التوقيعات أو التوقيع بأنفسهم على مطالب الحملة. ومع ذلك تقدم العديد من الشجعان والملهمين لدعم الحملة، فقد كان بالإمكان رؤية العديد من الجنسيات في القطارات وأمام الجامعات وفي الميادين والمراكز التجارية يجمعون التوقيعات. لقد أعطت المبادرة الدولية الكثير من المنظمات والحزب الشيوعي الفرنسي ومجموعة حقوق الإنسان والمنظمات العالمية والشخصيات الشهيرة في الفلبين وأقليم الباسك وألمانيا في هذه الكارثة الكبيرة التي حلت، وكأنها كانت مخصوصة للشعب الكردي في الشمال وفي روجافا. نترحم على أرواحهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى في هذه الكارثة. كما نتمنى أن تكون هذه الكارثة وسيلة لتقارب الشعوب وتضامنها وتكافلها في هذه المناسبة العصيبة، ناهيك عن الظروف السياسية التي نمر بها، أن تكون وسيلة لمزيد من التقارب والتلاحم بين الشعوب، لأننا نعتقد أن الشعوب المنظمة التي تتضامن هي التي تستطيع مصارعة كافة الأهوال، سواء كانت سياسية أو كانت طبيعية تحل علينا. ولكل كارثة معناها. لقد سبقنا الرفاق إلى شرح الكثير من القضايا، وخاصة المتعلقة بأفكار السيد أوجلان وبتطلعاته وعمله الدؤوب من أجل الشعوب، ولكن طبعا لكل واحد رأيه. بالنسبة لي أريد أن أوجز هذه الأفكار ثم أستخلص منها بعض النقاط التي وردت على الرفاق وبعض التوصيات في سبل التصدي لهذه المؤامرة، ولهذا سأقرأها عليكم وليس شفويا. خلفية المؤامرة الدولية. كي نتمكن من التصدي للمؤامرة الدولية علينا التعرف عليها وعلى أبعادها وأدواتها وأهدافها أولا، ثم نحدد الميادين والوسائل اللازمة للتصدي لها كي لا تصل إلى أهدافها التي تضر بالشعوب عامة والشعب الكردي بشكل خاص. ولهذا فإن معيار نجاح أو الفشل التام مرتبط بمصير شخص القائد عبد الله أوجلان، الذي هو الهدف الأساسي للمؤامرة الدولية. القوى الهيمنة المتمثلة في الحكومات والسلطات الحاكمة هي التي خططت ونفذت المؤامرة، وهي تتصرف بشكل براغماتي ولا زالت تحاول المضي فيما خططت له رغم كل المعوقات والتغييرات التي حدثت. ولهذا لا يمكن التعامل معها سوى من منظور المصلحة. وخلال اللقاء بممثلي هذه القوى يجب التركيز على أن ما قاموا به لا يخدم مصلحة الجهة التي يمثلونها، وأسر القائد بهذا الشكل يتعارض مع قوانينهم ويفقد احترامهم لدى مواطنيهم. ثانيا، منذ البداية نحن اعتمدنا على الدبلوماسية المجتمعية، وما تحقق من تقدم كان بفضل هذه الدبلوماسية، نظرا لأن المؤسسات المدنية والمنظمات المجتمعية المدنية بما فيها الأحزاب السياسية أي الرأي العام قادر على التأثير في مراكز القرار وفي سياسات الحكومات، ولهذا يمكن التركيز على هذه الأنشطة بشكل رئيسي. ثالثا، عقد ندوات فكرية حضورية أو من خلال العالم الافتراضي للمثقفين والمتنورين لمقارنة فكر القائد بأفكار المفكرين وفلسفته بفلسفة
الفلاسفة السابقين من حيث التأثير في الفكر البشري وتوجيه المجتمعات. عقد ندوات ومنتديات حول السيرة الشخصية للقائد ونقاش المقارنة بين سيرة القائد الذاتية بالسيرة الذاتية للعديد من المصلحين الاجتماعيين والرسل والأنبياء عبر التاريخ من حيث الانتماء والأخلاق بين المجتمع والعلاقات مع رفاقه والتابعين والانطباع الذي يتركه لدى المجتمع والأتباع، كما أن إحياء مناسبات ذكرى الميلاد أو المؤامرة أو الأسر أو عن قضية شعب بل شعوب الإقليم وأوسع من ذلك، أوسع من الإقليم. طموح هذه الشعوب إلى التحرر. وضعوا في العزلة وفي الجزيرة، هذا يعني أن أنظمة الإقليم والدولة التركية بشكل خاص تريد أن تقول أن قضية تحرر الشعب. تلك المناسبة الموجعة التي أوجعت كل محبي أوجلان أولها إلى مناسبة تأسيسية لفلسفة تعاطت أهم العناوين والقضايا التي تفيد في منح إنسان المنطقة مستقبلا حرا ديمقراطيا وآمنا. أسس أوجلان في جزيرة إمرالي حيث يعتقل في ظروف قهرية وعلى شكل وكان سيده هناك على شكل منفردة تمنعه عن العالم. أسس في هذه المنطقة البشعة ديب ستيت أو هكذا يسمى أو دولة الأمن القومي أو ما شابه، كلها أدوات. المهم بالمسألة لمسألة السيد أوجلان وأسره بأنه هو نتيجة هذا الصراع المستمر واستمرار البقاء لكل القوى العميقة التي هي فوق طاقة الدول، وبالتالي بما يحمله من مشروع يحمل تهديدات إن كان بعودته إلى الجسد الأساس أو كان بما يطرحه من مفاهيم تتجاوز عبد الله أوجلان وكيفية سبل التصدي للمؤامرة. السؤال المطروح هنا: هل سيتحقق حلم الشعوب بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان؟ كيف ومتى؟ والسؤال الثاني: ما هي سبل التصدي للمؤامرة؟ بالإجابة عن السؤال الأول، وهنا أختلف مع زميلي الدكتور الذي قال أن القائد عبد الله أوجلان لن يتحرك، أقول نعم ستتحقق الحرية. بسرقاقو بيتر أفقا برومشاندن جبو مشروع قوي مزن دروجلاتنا فيدي بمشنن وبيجن أرمان جفا نرين جاء عقباء أساسي لبيشار في مشروعي حداثة رأسمالية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو عالمية قد خوازن عالمي برشبكن وصرفونا إنسانا جيان دكن. اسمي أوغموندوريو ناسون وأنا من أيسلندا. بدأت حياتي كصحفي ولأكثر من 20 عاما عملت في مجال النقابات العمالية كمدير الخدمات العامة في أيسلندا، ثم أصبحت عضوا في البرلمان وكنت وزيرا للصحة وأيضا للداخلية والعدالة وحقوق الإنسان، ثم أصبحت عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وأنا أيضا من بين مجموعة من الأشخاص أصبحت متحدثا باسم المبادرة الدولية لحرية القائد أوجلان والسلام في كردستان. رفض الظلم، رفض عبودية المجتمعات، رفض الاستعمار، رفض ظلم القائم على المرأة، رفض إقصاء الآخر، وكل هذا طبقه في شخصه. أعر القوانين الدولية القائمة على الازدواجية والدساتير غير الديمقراطية وكيفية تطبيقها والاقتصاد الرأسمالي. كان يريد بناء شخصية مستقلة وذات إرادة لكافة شعوب المنطقة وأن يخرجوا من حالة الدمى إلى حالة الإرادة. فضح فلسفة المصالح